السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ زياد البسيط والمجرب. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير واحوالكم طيبة. اليوم بحول الله كما كتلاحظوا معنا نقدم معكم الملوي على حقه وطريقه، طريقة سهلة غنسهل عليكم هذه المرة وكيجي ناجح كما كتشوفوا، مورق وزوين. كما لاحظوا معايا كيجي زوين بزاف، ما تشبعوش منه، كيجي بنين ومورق وناجح من اول تجربه. تابعوا معايا الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا على الطريقه ديال هذا الملوي هذا. بالنسبه للمقادير عندي كيلو ديال الفورص، دقيق الفورص، وعندي درت هنايا تقريبا زلافه عامره ديال الفينو، وعندي ملعقه ديال الخميره ديال الملحه، ملعقه ديال السكر سنيده، وراس معلقه ديال خميره الخبز. هاد المعلقه راه صغيره بزاف، راه كتبان لكم نصها، ولكن هي راه غير راس معلقه ديال الخميره العاديه، ديال المعلقه العاديه، راس معلقه ديال ديال المعلقه الصغيره ديال القهوه اللي كنديروا بها، يعني الصغيره. وصافي هنا بعد ما عجناها وخليناها ترتاح، ندلكوها شويه شويه ماشي بزاف ونخلوها ترتاح. كنجيو لهذا الخليط هذا اللي كنمرقوا به، كنديروا الزبده والفينو والزيت، كنديروا قد الزبده قد الفينو، كنخلطهم بالزيت ونص خماره تقريبا، نص خماره، نخلطوا الخليط مزيان حتى كنحصلوا على هذا الشكل هكا. صافي هو اللي غنورقوا به، والزيت بطبيعه الحال باش غادي نقرصوا العجينه. وهنايا بعد ما ارتاحت لينا العجينه صافي كنجيو نقطعوها لكويرات كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه. انا راه كنصور غير بايد وكنخدم بايد، فاسمحوا لي. المهم غنقادهم من بعد وما كنوريكم، ولكن راه الطريقه راه معروفه يعني. المهم غنقسموهم الكويرات، نقسموا العجينه كامله الكويرات وصافي ونبداو نوريكم الطريقه كيفاش غنديروا. هاد الطريقه هي اللي يعني غتجي سهله، يعني في ساعه نكملوا الملوي اللي عندنا. هنا بعد ما كورت العجينه كامله صافي هنا كناخذ جوج كويرات، كنسرح وحده وكندير ليها داك الخليط اللي شفتوا معايا سابقا، وكنحط عليه وحده اخرى. صافي هنا حطيت عليه وحده اخرى وخنخليه يرتاح، ونفس العمليه نكرر الكويرات كلهم. نستمر على هذه الكيفيه حتى نسالي الكويرات ديالي كلهم. كندهنوا بالخليط ديالنا اللي حضرنا، كنديروا وحده على وحده. صافي هنا باش ما كنضطروش نديروا وحده نديروها على شكل ملوي عاد ندخلوا فيها وحده اخرى. انا حيت كندير جوج باش كيجيني الملوي كبير شويه وزوين، فهنا كندير غير وحده كنديرها من الاول باش كتجيني نخدم مره واحده، ما نبقاش نخدم جوج مرات. نتمنى تكونوا فهمتوني. صافي هنا كنستمر كندير وحده على وحده خاويه، وكنديرها فوق ديك اللي عمرت. انا كما كتلاحظوا نفس الطريقه حتى غنسالي كاع الكويرات اللي عندي. صافي انا ساليتهم. دابا غادي ناخذ اول وحده خدمتها، يعني اول وحده درتها هي اللي غنبدا بها، حيت غتكون ارتاحت. هي اللي غنسرح وغادي نعمرها حتى هي بداك الخليط غير شويه. صافي وندهنها بداك الخليط شويه صافي ونلوي على شكل ملويه. فين تسرحوها مزيان.
تسرحوها مزيان وندهنوها بالخليط. وسمحوا لي على التصوير لانني كنصور غير بايد وخدامه بايد، غير سمحوا لي وصافي. انا سرحتها مزيان ندهنها ونلويها. نلويها في الاول على شكل مستطيل، على شكل مستطيل كبير، ومن بعد غادي نلويها على شكل ملويه كما كتلاحظوا معايا في الصوره. صافي هنا غادي نلوي على الاخرى حتى هي، عليها الاخرى بحال المسمنه في الاول، ولكن ما غنديروش بحال المسمنه، غنلويو على شكل ملويه. صافي هنايا غادي ندهنو ثاني بالخليط باش كيجينا الملوي مفروق ومورق، كيجيناش معجن. صافي هنا غادي نبدا نلوي، كنلوي وكنرخي يدي، ما كنزيرش اللويه، ما خصنيش نزيرها باش كيجيني الملوي رقيق وزوين. كنرخي يدي يعني كندير بين اللويه واللويه كنوسع شويه، يعني كنرخي ما نزيرش. كنحاول نسرح العجينه شويه صافي. هاهي بعد ما صافي هنايا نخليها ترتاح شويه عاد باش غادي نرجع نعاود ندخل ليها الجناب ديالها. يعني كندير وحده اخرى ثانيه معكم، ما نكثروش بزاف من هذاك، راه حيت راه درناه وسط كل بين وحده وحده، يعني راه عندنا ديجا دايرينو. صافي عندنا حتى هي صافي ونلويها. يعني هنا الطريقه زوينه، يعني ما كتعذبوش، ما كتبقاوش ديروا في الزبده عاد ترشوا الفينو عاد، فهمتي؟ يعني كديروا الفينو والزبده كلشي مخلط خليط يعني زوين وناجح، كتجيبيه المسمن ناجح. كنختصروا الوقت. صافي هنا كنستمروا كنسرحوها مزيان، كنعاودوا نديروا الا كانت بقات لينا غليظه من شي جهه ولا هذا كنتاكدوا منها. غندهنوها حتى هي شويه صافي ونلويوها حتى هي على بعضها، وكنستمروا على هذه الكيفيه هذه. كنرخيو يدينا كما قلت لكم ضروري باش كيجينا الملوي ما كيجيناش معجن من الوسط، مدقص ومعجن كما كنقول. المهم بعد ما هادو كرتاحوا راني جمعتهم لبعضياتهم وصافي. هنا بعد ما ساليت الكميه كلها صافي هنايا كنبدا نطيب. كنرجعوا لاول وحده وكنسرحوها وكنبداو نطيبوا، كنرميو وكنقلبوا ديك الساعه باش الملوي ديالنا يتنفخ مزيان باش كيجينا خاوي من الداخل. صافي هنايا نبقى نقلب فيها حتى طيب، ونرش شويه بالزيت. صافي كيجي محيمر، نخليوها تتحمر مزيان ونبقاو ندوروا فيها حتى كنحمروها مزيان. شفتوا راه كيتنفخ يعني راه ناجح. هو باش كتعرفوه راه ناجح يعني راه ملي كيتنفخ لينا بحال هكا. وكنستمروا حتى كنطيبوا كاع المليويات ديالنا وكيجيو محمرين، كنخليهم حتى كيجيو محمرين بحال هكا. كنبقاو نقلبوا فيهم ونرشوا ونقلبوا وصافي حتى توجد لينا الكميه كلها. اكيد تنفخ كما لاحظتوا راه كيجي ناجح 100%. صافي هذا هو الملوي ديالي من يوجد.
ما تشبعوش منه. الطريقه سهله وناجح كما قلت لكم، جربوا عاد حكموا، ولكن راه ناجح. ديروه بعينكم مغمضين وعمره ما يخطاكم ملوي بهذه الطريقه هذه. كيجي مورق وكيجي مفروق من الداخل. وشوفوا ها نتوما عن قرب، ها نتوما كيفاش كيجي رائع جدا. نتمنى تجربوا الوصفه وتعطوني الاراء ديالكم في التعليقات. وها هو المليويات ديالي وجدوا، ان شاء الله ينفعكم في رمضان المبارك، ونفعكم دائما ان شاء الله للضياف ولوليداتكم ولعائلاتكم. ونتمنى ان شاء الله القناه ديالي تنال الاستحسان ديالكم، وتبقاو متابعين اوفياء ديالي. ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم وبالتشجيعات. والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله. الى اللقاء.